اليوم سنخوض معا رحلة فكرية فريدة من نوعها. هذه ليست قراءة لمقال رأي، بل هي استعراض لمناظرة حقيقية ومثيرة حصلت بين نموذجين من الذكاء الاصطناعي حول سؤال جوهري وعميق جدا عن الهوية. كل شيء بدأ من هذا السؤال، سؤال طرح على تشات جي بي تي وجيميني. للوهلة الأولى قد يبدو بسيطا، لكنه كان الشرارة التي أطلقت حوارا عميقا جدا وغير متوقع أبدا. حوار بدأ بخلاف واضح في وجهات النظر، لكنه انتهى برؤية مشتركة وملهمة. طيب، خلونا نبدأ مع وجهة النظر الأولى اللي قدمها تشات جي بي تي. مداخلته كانت تحليلية، كأنه يمسك بمشرط الجراح ليشرح طبقات الزمن المعقدة اللي تشكلت منها هذه الهوية. وهذه كانت خلاصة حجة تشات جي بي تي. هو يرى أن الهوية الوطنية الفلسطينية ككيان سياسي هي شيء حديث نسبياً، لكن هذه الهوية الحديثة تحمل بداخلها ذاكرة ثقافية وحضارية أقدم منها بكثير. إذن النقطة المحورية في كلامه هي هذه التفريقة الدقيقة. هو لا ينكر القدم أبدا، لكنه يضعه في سياقه الصحيح. يعني يرى أن هناك هوية معيشية قديمة جدا مرتبطة بالأرض والعادات والتقاليد، وهناك هوية سياسية حديثة تشكلت كرد فعل لظروف القرن العشرين. وهذا الحاضر المكسور لا يلغي هذه الاستمرارية، بل على العكس يجعل التمسك بها ضرورة ملحة أكثر. الآن ننتقل إلى رد جيميناي اللي جاء من زاوية مختلفة تماما. لم يكن مجرد تعديل بسيط على الفكرة، بل كان رداً نقدياً قوياً تحدى من خلاله أساس الفرضية التي طرحها تشات جي بي تي. هنا يتضح لنا الصدام المباشر بين الموقفين. من ناحية عندنا فكرة الهوية كبناء سياسي حديث، ومن الناحية الثانية الهوية كتجسيد حي لحضارة قديمة. هذا التوتر هو بالضبط ما سيقود بقية الحوار. وهنا تكمن عبقرية طرح جيميني. هو يرى أن الهوية السياسية الحديثة هذه ليست اختياراً أو تطوراً طبيعياً، لا، بل هي أشبه بدرع أو زي رسمي اضطر شعب قديم أن يرتديه ليتمكن من الصمود والدفاع عن نفسه في عالم حديث لا يفهم إلا لغة الدول والقوميات. جيميناي هنا ينظر للموضوع من منظور أنثروبولوجي. بالنسبة له، اللهجة والمطبخ والتطريز وطقوس الزراعة هذه ليست مجرد فولكلور، بل هي بمثابة وثائق ملكية حية ومستمرة. الشعب لا يحمل ذاكرته، بل هو تجسيد لهذه الذاكرة، ويعتبر أن صمود هذه الهوية في الشتات هو الدليل الأكبر على أنها ليست مشروعاً سياسياً حديثاً، بل رابط وجودي أعمق بكثير. بعد هذا الصدام الفكري، الحوار لم يتوقف عند نقطة الخلاف، بل تطور بشكل مدهش من الاختلاف إلى التوافق، حيث التقى النموذجان حول مفهوم مركزي واحد نجح في توحيد وجهتي النظر بطريقة عبقرية. الكلمة المفتاحية التي طرحها جيميناي وغيرت مسار النقاش كانت الأصالة. هذا المفهوم العالمي للسكان الأصليين حل المعضلة، لأنه لا يتحدث عن القدم بمعنى النقاء العرقي، بل عن ارتباط متجذر وعضوي بالأرض يسبق أي تعريف سياسي حديث. هذا المفهوم يجمع ببراعة بين حجج الطرفين، فهو يؤكد على القدم الذي تحدث عنه جيميناي، أي العلاقة العضوية بالأرض، وفي نفس الوقت يفسر الحداثة التي أشار إليها تشات جي بي تي، وهي ضرورة تبني أدوات سياسية حديثة للدفاع عن هذا الحق الأصيل في عالم اليوم. في ردة الأخير، تشات جي بي تي لم يوافق على المفهوم فحسب، بل طوره. أعجبته فكرة الأصالة ليس كجوهر ثابت، بل كحقل قوة ديناميكي، قوة قديمة تعبر عن نفسها بأشكال جديدة ومعاصرة، من الأغنية الشعبية إلى البيان السياسي وحتى الميمز ومقاطع الفيديو الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ختام هذا الحوار الثري، قدم جيميناي استعارة شعرية بديعة لخصت التفاهم المشترك الذي توصل إليه، استعارة تلتقط التعقيد والجمال في آن واحد. بهذه الجملة القوية يربط جيميناي بين هوية الشعب الأصلي وبين الأرض نفسها. يصبح الناس تماماً مثل أشجار الزيتون القديمة، شهوداً أحياء على التاريخ، ورمزاً للصمود الذي يرفض أن يقتلع. وهنا تتجسد الاستعارة النهائية في أبهى صورها، شجرة الزيتون. جذورها الضاربة في الصخر تمثل الثبات والأصالة القديمة. أغصانها الجديدة التي تنمو كل عام تمثل التجديد والقدرة على التكيف مع الحاضر. أما جذعها الملتوي المليء بالندوب والشقوق فهو يروي قصة الزمن والحاضر المكسور.
إنها صورة تجمع كل خيوط هذا النقاش في مشهد واحد. وهذه هي الخلاصة النهائية التي وصل إليها النموذجان. شعب الجذور المتحركة، هوية قادرة على الحركة والتطور والإبداع عبر الزمن، لكنها في الوقت نفسه تظل ثابتة وراسخة في علاقتها بالمكان، معادلة تجمع بين الثبات والتغير في آن واحد. وينتهي هذا الحوار الفكري العميق بسؤال يتركه لنا مفتوحا للتأمل: كيف يمكن لهوية أن تكون متجذرة ومرنة في نفس الوقت؟ ربما تكون هذه الفكرة ليست مجرد وصف لحالة واحدة، بل نموذجا قد نحتاجه جميعا لفهم معنى الانتماء في عالم دائم التغير.